رجعنا معاكم مرة تانية ومتواصلين معاكم وسهرة جديدة من سهرات بيت العيلة، وهنتكلم دلوقتي في فقرتنا التانية النهاردة عن الخروج من العلاقات السامة. الحقيقة محتاجين في الأول نفسر ونعرف معنى ومفهوم مصطلح العلاقات السامة في حياتنا. ايه هم الأشخاص اللي بيتسموا بوجود هذه السمات أو هذه الصفات، ازاي نتعامل معاهم، ايه مخاطرها واضرارها على الصحة العامة، الصحة النفسية أو السلامة النفسية، ازاي نستعيد التوازن النفسي بتاعنا. طبعا لما بنتكلم عن كلمة الخروج من العلاقات هنا بنفتح بقى قوسين، وعندنا ناس كتير جدا بنتعامل معاهم. قد تكون العلاقات دي صداقة، زمالة، حب، ممكن جيرة، يعني الحقيقة أشكال وأنماط مختلفة من العلاقات الإنسانية اللي احنا بنقابلها في حياتنا. بيحصل ان احنا ما بنقدرش نتفق مع الأشخاص، أو ممكن يتسبب لينا نوع من الأذى النفسي من الأشخاص، ظلم، حقد، حسد. زي ما قلنا احنا مش قادرين نتعامل معاهم، مش قادرين نفهمهم ولا هم قادرين يفهمونا، وبالتالي محتاجين ان احنا هذا الشكل السام أو النوع السام من العلاقات نتخلص منها، نبتعد عنها، نقللها في حياتنا. موضوع جميل قابل للنقاش في بيت العيلة النهاردة مع ضيفتنا دكتورة نوريهان النجار، استشاري إرشاد نفسي وأسري. أهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك، منورانا دكتور نوريهان. وخلينا معاكي النهارده في سهرتنا نقول ايه معنى العلاقات السامه، وهل فعلا المصطلح ده بيعتبر جديد علينا؟ حلو قوي السؤال. شوفي، هو اولا مش جديد ولا حاجه، احنا يعتبر سمعنا عنه مؤخرا، لكن هو اصلا اول حاجه اتكلمنا عليه او اتنشر الاسم ده كان سنه 95. كان في كتاب بيتكلم عن الاشخاص السامه. لكن خليني اقول لك، طيب انا بفرح قوي لما حد يسالني يكون داخلين في الموضوع يقول لي الاول هو معناها ايه. تمام. وبرغم ان العلاقات السامه يعني اتكلمنا عليها كتير، ناس كتير قوي اتكلمت عليها، بس انا كل مره بحب اجيبها من زاويه مختلفه. الزاويه اللي انا عايزه اقولها النهارده اللي هي العلاقه السامه عباره عن الشعور بالانطفاء والاختناق. ليه؟ طبيعي جدا اي انسان في الدنيا بيحب يحس ان هو متقدر، زي ما بياخد زي ما بيدي بياخد. يعني في حاجه، في تبادل عطاء. العلاقه السامه فيها بتر في الجزء ده، انت بتدي عطاء وبتاخدش حاجه، بل بالعكس تاخد حاجات عكس ده. فالحاجات اللي بتاخدها الوحشه دي بتخليك تنطفي، وخاصه انك بتبقاش قادر تقول للشخص على اللي جواك لانك خايف تخسره. فعمال تكبت 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 فتنطفي وتنطفي وتنطفي لحد ما توصل لحظه معينه مش قادر تقاوم ده، فبيحصل لك اختناق. ده التعريف انا جايباه من الزاويه دي. علاقه كده ماشيه في اتجاه واحد، ومش بس في اتجاه واحد، كمان المردود بتاعها بيبقى سم او اذى. سم يعني هلاك، حاجه الاستمرار فيها هو الهلاك الحتمي. ده بأبسط دي الزاويه اللي انا حابه اتكلم منها النهارده. الشكل ده من العلاقات بتبان من بدايتها، زي ما بيقولوا كده البدايات الكويسه تؤدي الى نهايات كويسه، والعكس البدايه اللي مش حلوه هتوصل او هتوصلنا الى نهايه مش حلوه. فاحنا ما بنبقاش عندنا قدره من الاول على استنباط ان الشخص ده في اذى لازم نبعد عنه. هي مش شرط طبعا تبان في الاول، لان هو اصلا بيبقى شخص يعني مؤذي وقاصد اذاه. فلا، بيبقى بالعكس، ده في البدايه بتاعته بتبقى حلوه جدا جدا. بس هي الفكره بقى راجعه ليا انا كشخص. يعني احاول ان انا ابعد عن ان اكون الضحيه بتاعته، اللي هو يبقاش انا عندي مثلا احتياج عاطفي. او احتياج عاطفي مش معناه رومانسي على فكره، لا، احتياج بمعنى للاحساس بالعاطفه من الناس. فهو ممكن يشوف دي فيكي، يعني يحس ده فيكي، فالاول يجذبك من الناحيه دي، اللي هو يسحرك كده. تلاقي انت بتعرفيه ازاي؟ من مبالغه. هو ما بيقولش الكلام اللي بيقوله مش منطقي. يعني ماشي، حلو ان في حد بيشكر فيكي، ان في حد مقدرك، بس هو مأفور شويه يعني باللغه بتاعتنا، يعني مبالغ فيه جدا جدا، مش منطقي. كمان في حاجه المفروض ان حتى لو حد بيقول لي كده ما اخدش الكلام اللي هو بمعنى اقوم بسرعه حاطاه بقى في الزون او في الجزء اللي هو بتاع ايه ده، الشخص ده غالي قوي عندي، مجرد انه قال لي كلام حلو ماشي هقدرها ودي حاجه كويسه. بس هو ما ينفعش يبقى خلاص خاطر اللي هو عمله او اللي قاله ده يبقى بالنسبه لي صديق مقرب مره واحده. بلاش قوي ان انا اقوم قطعه بسرعه وشايله المسافات اللي بيني وبينه. لازم يكون في عندي زوم بتاعتي، لازم يكون في مساحه معينه ما ينفعش حد يتخطاها. فانا من البدايه يعني عشان ما ابقاش ضحيه لازم يكون عندي وعي بده، لازم يكون عندي ثقه في نفسي، لازم انا اكون واعيه بنفسي ايه الاحتياجات اللي عندي مش عارفه البيها. في احتياجات مش بايدينا، في حاجات دي خلاص. حد عايز يتجوز مثلا لسه ما توفقش ان هو يلاقي شريكه حياته او تلاقي شريك صغيره حياتها في السن، ما عندهاش قدره على انها تفسر او تعرف مين الصح مين الغلط، مين الاشخاص الجادين مين الغير جادين. بالظبط، مفيش. محتاجه انها وتعرف وتكون عندها يعني فكره او وعي عن هو بيخش لها ازاي، او الاشخاص دي بتتسم بايه. خلي بالك الاشخاص دي هي المعنى الحقيقي للخبث، اللي هي بتتمسكن لحد ما تتمكن.
تقعد بقى لطف مش طبيعي. ودايما اقول لك على حاجه، لما يكون في مبالغه في الذوق، يعني في ناس طبعا مزوقه قوي قوي، بتكلم عن الناس دي، لا في ناس تحس ان في يعني اوفر بجد بجد، يعني مفيش حد بالطريقه دي. اما تلاقي حاجه زياده عن اللزوم اعرف ان في قصادها حاجه عكسها بالظبط. هنا نحط علامات استفهام على طول. كتير. انا مش بقول نخون الناس، تعمل كويس جدا ودايما قدامك بيعاملك كويس، عامل كويس، ولكن برضو ما ينفعش ان انا مثلا الثقه بسرعه تتحط، لا، خليك واقف في ارض حياد، اللي هو مش انت بتتعامل معايا كويس انا بتعامل معاك انا كمان كويس، وما اسمحش للي قدامي انه يتخطى حدوده معايا. طب ده انا اعمله ازاي؟ ان انا اعمل كنترول على نفسي اصلا. بمعنى ممكن بلاقي الستات، خاصه الستات بتقعد مثلا مع حد جديد، ممكن تحكي قصه حياتها في قعده حد اول مره بتعرفه، تمام، وبتحكي مش قصه، بتحكي اسرار، مش حاجه يعني جوانب كتير جدا المفروض انها سريه في حياتها. بالظبط. وتلاقي كمان الشخص ده اللي هو اللي بيبقى مؤذي دايما بيجمع عنك معلومات. تمام. هتلاقي اسئلته داخله في محاور كتير قوي في حياتك. يعني واحد بيجي يركز في حياته بيلاقي في ناس فعلا عملت كده كتير قوي وما كانش واعي، واحنا صغيرين مش واعيين ازاي ده بيعرف ليه كل التفاصيل دي. ليه؟ ايه من مصلحته يعرف اهلي كلهم كانوا بيشتغلوا ايه، طب انا قاعده فين، طب انا مش عارف منين، طب انا هتجوز مين، طب انا ولادي في مدارس ايه، تشتغلي ما بتشتغليش، دخلك الكلام كام، بالظبط، الكلام ملهوش، عندك عربيه، ملهوش مناسبه بالظبط، ملهوش مناسبه. هي الفكره ان كل مقام مقال، عادي ما بنتكلم مع بعض، بس ما ينفعش اتطرق، الاقي حد بيتطرق لامور هي ما جاتش في القعده. انت عايز تعرف كل ده ليه عني؟ هتستفيد ايه؟ وعموما يعني الشخص السام بيبقى دخلته جذابه جدا يعني. دي كلها سمات وصفات بيتصف بيها الشخص السام. بس دي مش السمات، دي المداخل بتاعته. يعني المدخل بتاعه جذاب، المدخل بتاعه ان هو بيبتدي ان هو يعني كل واحد بيبقى متفرد مختلف عن التاني خالص. حتى لو هو مختلف هو برضه بيتفقوا في حاجات معينه، مراحلهم واحده. مراحلهم واحده. المراحل بتاعت ان هو ياخدك للسكه بتاعته، اللي هو حاجه كده زي الفريسه بالظبط يعني، بالظبط يعني. نفس المراحل باختلاف الشخصيات. يعني حتى تلاقي بنت او راجل يقول لا ايه الا دي مختلفه، ده مش عارف كذا كذا كذا، انت تتفاجئ بعدين. يعني انت بتعملي لك زي غسيل بنقول كده للمخ او للعقل، بتسحر لك، عارفه ان هو بتبداي تشدي تسحرك بشخصيتها وبتديكي احتياجات، بتلبي كل احتياجاتك في البدايه. فتلاقي نفسك مره واحده لوحدك دخلتي في الخط ده. يعني ده عايزين نقوله انه مش بس من راجل من ست، لا ممكن تكون صديقه لصديقه، زميله لزميله، جاره لجاره، في مصلحه بالزبط. وانا محتاجه المصلحه دي منك وبالتالي هعمل بقى الستبس او الخطوات دي كلها عشان اوصل لهدفي. بالظبط. هي شخصيه خبيثه، سواء بقى كان في الجواز الكلام ده، في العلاقات، سواء كان في شغل، سواء كان يعني برضه المصلحه مش عيب، بس الفكره انا لو في حد محتاجه منه حاجه ممكن اروح اكلمه. صح. ممكن ايه المشكله لما ببقى مباشره؟ يا فلان الفلاني انا في حاجه امر عندي كذا كذا كذا، فلو حضرتك تقدر مثلا تساعدني في ده اوكي. ايه المشكله؟ بس هم مش كده، هم اصلا يعني عشان احتياجاتهم وطلباتهم المؤذيين ما تبقاش طلبات سويه. هو بيتغذى، يعني مثلا شخصيه زي النرجسيه او اي شخصيه من الشخصيات السامه بتتغذى على احساس ان اللي قدامها ضعيف. فاهمه اقصد ايه؟ يعني هو مش طالب منك طلب عادي، يعني تعملوا له حاجه في الشغل، تساعديه في حاجه، لا هو اصلا بيتغذى ان يحس ان انت ثقتك بنفسك عماله تنزل. وخاصه كمان الشخصيات اللي بتبقى حاسه ان هي فيها ميزه معينه، يعني حد شكله حلو، حد ناجح، حد كذا كذا كذا، فهو بيتلذذ باحساس انه الناجح ده الكويس ده جه في سكتي انا وبقى معايا انا، بيخضع تحتي يعني. طيب دكتور نورهان، في نوعين من الناس او من الاشخاص او من الافراد انا حابه اتكلم عنهم، اللي بيحط مسافات، يعني ما بيندفعش قوي في العلاقات، سواء بقى زماله، صداقه، حب، دايما يفضل يبني جسور كده بينه وبين اللي قدامه لحد ما يتاكد في لحظه معينه ان الشخص ده جدير بالثقه، يبدا بقى زي ما حضرتك قلتي يدي او ياخد بقى يعني منه. عايزين نتكلم عن النوعيه دي اللي هي مش بتندفع قوي تجاه الاخرين وبتركز قوي وبتفكر كتير جدا. النوعيه الثانيه بقى العقلانيه، يعني يمكن العاطفيه بيضحك عليها شويه بسرعه جدا لانها العاطفه هي اللي ايه بتسرقها زي ما بنقول، لكن الشخص اللي بيفكر بعقله ويقعد يربط التفاصيل مع بعضها، والسؤال ده ليه والسؤال ده وراه ايه، الشخص ده عقلاني مش سهل يضحك عليه. فالنوعيه دي عايزين نتكلم عليه، بيبني جميله جسور. والعقلاني بصي العقلاني ده جميل، وغالبا بيجي يعني بعد ما يكون خد في حياته يعني مقالب كتير قوي قوي قوي، يعني ما بيوصلش للعقل ده الا نادرا ما تلاقي حد بالفطره كده كان عاقل وظبطها من الاول. هتلاقي دايما ان هو يعني مشي بحاجات كتير وكان ساذج في بعض حاجات لحد لما وصل للعقل. طبعا العقل غالي يعني. فخلينا اللي بيبني جسور، بصي في كل حاجه الاعتدال فيها كويس. لا حلو ان انا اقعد احط اسوار كتيره جدا، ممكن يكون في حد كان كويس فعلا وانا قفلت الباب في وشه. ودي برضه تبقى راجعه لمواقف حصلت في حياتي خلتني ما عنديش ثقه. ايوه.
فانا ببقى نفسي اقول برضو ان كلنا بنتعرض لمشاكل ومواقف في الحياه ممكن تفقدنا ثقتنا بنفسنا شويه، خلينا مش واثقين في الناس قوي. اديها فترتها بس ما تزودهاش قوي، وفهمها صح وعالج الموضوع صح عشان تعرف تعيش بطريقه سويه. لان انت ممكن فعلا بدل ما تبقى بعكس التباسط الانقباض، تقبض على نفسك خالص بدل ما انت متباسط قوي وقمت قافلها خالص بقى. لا دي صح ولا دي صح. الصح العقل، الصح ان انا والله حد بيعملني كويس اوكي، ما انا بتكلم معاه كويس. حد بيطلب مني حاجه ما اساعده. أيوة. ايه المشكله؟ اخلي نفسي يعني حد بالعكس خليك بشوش واتكلم وعادي واضحك وهزار ومفيش اي مشكله خالص. ولكن انا الفكره كلها عندي في الحدود الشخصيه. ايوه انا ما بتكلمش خالص ان انا مثلا شخص منعزل ده او الشخص اللي هو بيحط يعني عقلاني، مش معناها ان انا ما بهزرش مع حد او ما بتكلمش مع حد او انا شخص مش اجتماعي. ده بالعكس، ده من الذكاء الاجتماعي انك تتعامل اصلا. لكن انا اللي اقصده امتى يبقى الموضوع لا انت كده بتحط الجسور حضرتك بتتكلمي عليها، حته ان انا عماله احط سور ورا سور ورا سور ومسافات اوفر ومساحات بكبرها. ده عكس الذكاء الاجتماعي. ده معناه ان انت كده اصبحت منغلق، فاحنا مش عايزين كده. ده معناه ان هو برضه عنده مشكله وما عالجهاش. أيوة. دي الحته انا بس بدور فيها ان انت عالج المشكله. بيهرب من المواجهه بالظبط. واجه نفسك على فكره، مش واجهه الناس. تهرب من مواجهه نفسك. هو انت ايه الحاجه اللي سببت لك ان انت ما عندكش ثقه في الناس وان انت بتبعد عنهم بالشكل ده، تحط كل الاسوار دي؟ هو اكيد خذل كتير، بس ما دام خذلت كتير يبقى اذا في رساله معينه انت ما فهمتهاش. يمكن انت بتتعامل بطريقه معينه بتوقعك دايما في الغلط. كلنا بنغلط بلا استثناء. بس الفكره ان في ناس ما دام في حاجه معينه بتتكرر كل شويه يبقى معناه ان في رساله انت ما فتحتهاش. عارفه زي على الموبايل كده لما يكون كل شويه يجيب لك رساله مش عارفه دوس كذا، فانت تعملي لها سكيب، كل شويه عماله تعديها بس هي كل شويه عماله تيجي، فهي معناها انا عايزاكي تفتحيها. اكيد في حاجه لو عملتيها مش هتجيلك تاني الرساله دي. نفس الحكايه في الاقدار. ده اللي اقصده يعني. دكتور الاشخاص السامه دول انواع، يعني ممكن نعتبر ان واحد طباعه كده، سماته كده، نشأ كده، بيئته كده، مامته كانت كده، هو اخذ منها، باباه كان كده، اتربى على الطريقه دي. ونوع تاني ممكن نقول بقى حصل له المقالب الكتير في حياته فتعلمت، فانا بقى عايزين نقول زي السفاح بقى كده وراه حاجه، فهو بقى دلوقتي انا اتعلمت الحته دي فهبدا بقى انا اعمل في الناس. يعني بمعنى اصح بنقولها بشكل بسيط، حصل فيا كده كتير قوي فتعلمت الدرس، فانا بقيت اعمل بقى كده في الناس، انغص عليهم عيشتهم زي لما انا زمان فلان علان. هو ما اتعلمش. هو عالجها غلط. ماشي. في حاجه في علم النفس اسمها حاله الدفاع النفسي. حاله الدفاع النفسي دي فيها جزء سوي وفيه جزء لا سوي. امتى بتطلع امتى دي؟ لما بيكون بيحصل لي سوء توافق. يعني ايه سوء توافق؟ جاي منين؟ حاجه انا كان نفسي فيها وما حصلتش، تمام، وارده لاي حد في الدنيا. أيوة. تمام. ففي كذا طريقه، في طريق سوي وفي طريق مش سوي. انت في الحالتين هتتألم مبدئيا، انت هتتواجه حاجه كانت عايزاها ما حصلتش. ففي حد الدنيا معاه مش سويه فتطلع حاله الدفاع النفسي دي، وهي حيل لا وعي. يعني ما بتطلعش وانا مدرك ان انا بعملها. يعني مثلا حد قدامي بينجح قوي، فانا من جوايا دي بتهدد ثقتي في نفسي، فاعمل ايه؟ اشهر بيه مثلا، اطلع فيه القطط الفاطسه، ده كذا وكذا وكذا، ده فاشل مش عارف ايه، ده بصي مش مهتمه ببيتها، ده مش عارفه ما بتعملش كذا، ده طب انت دخلت شفت دنيتها، لكن اللي انت بتعمله ده ما بيعكسش الا نفسك. فدي اسمها حاله دفاع نفسيه لا سويه، مش كويسه، مش بيعملها وهو مش واعي. حتى من ضمنها الاسقاط. واحد يكون هو مثلا اللي فاشل، هو اللي فيه مشاكل، وتلاقيه بيتعامل مع الشخص اللي هو العادي يقول له انت فاشل وانت فيك كذا وانت بتنصب وانت بتسرق. انت بتعترف عن نفسك. هو حاسس وفيل ان الحاجات دي موجوده جواه، بس مش عايز يعترف بينه وبين نفسه، لا مش عايز يبص على المرايه كده. هو اصلا بيقولها بشكل لا واعي. ده بيقول عليه اعتراف لا شعور. الاسقاط ده اعتراف لا شعور عن الشخصيه اللي بتتكلم. يعني خاصه ما في تعرفي منين؟ ما عندوش ادله. انت بتقول عليا ان انا فاشل من ناحيه ايه؟ فانت بتتكلم عن نفسك اصلا. فده على فكره بيبقوا يعني يصعبوا عليكي، مش العكس يعني. الفكره هنا ايه؟ سبب ده إيه؟ ان انت عندك حاجه معينه حصلت هددت سلامك النفسي وثقتك في نفسك وما عالجتهاش صح. انت سبتها تترمي بقى، واللي يحصل هي وحظها جوه نفسي وجوه مع الزمن. لكن الانسان الواعي لما يحصل يحس ان هو في قلبه حاجه سودة شويه، حاسس بغيره شكلها مش كويس، حاسس لا ان هو بدا هيبقى حد مش كويس، يبتدي يعالج امراض القلوب بقى اللي ربنا بيتكلم عنها في القران الكريم. يبتدي يعالجها بقى. طب انا اعالج ده ازاي؟ ذكر ولا قران ولا اشتغل على نفسي ازاي يا رب؟ استعين بالله صح،
اشوف اي حاجه تخدمني في العلوم اللي حواليا، مثلا زي علم النفس ده. يعني انا بشوف ناس كتير بتتجه له كعلاج، بصرف النظر حتى عن الدراسه، ده علاج صح. اصلا يعني ممكن تقرا فيها، ممكن تشوف بالظبط النفسيه دي ممكن تعالجها ازاي بالظبط. فهو اصلا هو ما عالجش ده. وبرده ارجع واقول في نسبه كبيره جدا في الموضوع ده ليها علاقه بالتربيه والنشأة. يعني موضوع سفاح الجيزه والكلام ده مش بنبرر له، بس انت بتشوفي سلوكيات امه في البدايه كانت عنيفه جدا، كان عندها مشاكل كتير قوي في التعامل معاه، فطبعا نحتت في شخصيته حاجات كلها غلط. فالعلاقات يعني السامه والاشخاص السامه بيبقى اصلا في باك جراوند او في خلفيه موجوده عندهم في حياتهم، في جزء بيبقى جيني برضه، في جزء بس قليل من الام من الاب، من التربيه، تنشئه، حصل موقف في المدرسه، تراكمت مواقف مع بعضها فوصل ان هو بقى الشخص ده. جميل. طيب هل دول ممكن اصلاحهم؟ يعني احنا مضطرين نتعامل معاهم، ولا نحط ابعاد كده ونحط حواجز للتعامل معاهم، ولا نقلل خالص التعامل معاهم، ولا هم في اصلاح؟ يعني لو قدمتي نصيحه ولفتي الانتباه ولفتي النظر للمشكله اللي موجوده عنده بطريقه كويسه محترمه بدون انتقاد وبدون يعني ما نوجه ملامه قوي، لان في ناس انت عارفه بتبقى النفسيه يعني لا انا كويس وانا سليم وانا ما فيهاش مشكله خالص، فمش بيعترف. لكن اول زي ما بيقولوا خطوات العلاج اعترافك بينك وبين نفسك ان انت هي زي ما قلت كده. هو لو اعترف يبقى مش سام على فكره. السام ما بيعترفش، تمام. والسميه درجات، بيكابر دايما. السميه درجات. يعني في حد لسه داخل في الطريق ده ممكن الحقه بالبدايه، لكن لو مشي فيها لما تقوليش هغيره. هو تتاقلمي معاه، يا تسيبيه يا تتاقلمي معاه. انا بشوف كده ايه الحل مع الشخص السام. يا اما لو انا اقدر اسيبه هسيبه، لو مش عارف ان واحده متجوزه انا ما اقدرش اقول لها لا اتطلقي، لا مش عارف، لا طبعا لا، تتاقلمي مع الوضع ده بدل انت مش قادره. لان في فرق بين الشجاعه وبين التهور. في فرق بين الشجاعه وبين التهور. ان ممكن انا واحده مثلا بتسمعني دلوقتي، طب انا جوزي فيه اولا مراتي دي فيها كل الصفات دي، وبالذات بقى خلينا نتكلم عن جزء الستات عشان في الحته دي عندهم عواطف سابقه. العلاقات بين الزوج والزوجه او الاحباب. ايوه، سيبك من الاحباب دي ما فيش فيها صلات دم، يعني ما فيش اطفال مثلا. فاهماني اقصد ايه؟ انما انا اتجوزت وخلفت ومعاه في بيت واكتشفت ان جوزي بالشكل ده، تمام. طب انا اعمل ايه؟ اسيبه بقى؟ ما هو طلع فيه كل الصفات، اسيبه؟ لا انا مش هقول لها تسيبه. لو هي مش هتعرف لازم تفكري الاول، انت ما تسيبيه. هتعرفي تواجهي العالم بعد كده. ممكن تكون اصلا هي ما بتشتغلش، ممكن يكون ما عندهاش مأوى، يعني ممكن تكون بيت والدها نفسه شخصيه اتكاليه. ايا كان، ما هي الشخصيه التكراريه دي حاجه تانية، بس انا اقصد الظروف الواقعيه. الظروف الواقعيه بتقول ان انت لو سبتيها ممكن تتسجني. هتقومي سايباه؟ لا. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انت هتحاولي على قد ما تقدري الاول تقوي شخصيتك وتعرفي ازاي تسندي نفسك لوحدك. اتعلمي ده وانت معاه اصلا. وشوفي لك حاجه تانية اربطي بيها سعادتك غيره، لان خلاص ما تعتبروش مصدر سعاده في حياتها الا بقى تقعد تدعي له وربنا بقى ينزل هدايته من عنده. لكن هي ما تقوليش هغيره، مش هيتغير. وهو الحل فعلا الترك. لكن لو انا مضطره مع حد، انا هدور على سعاده، حاجه تانية هربط بيها سعادتي، مش هو خالص خالص، لحد ما انا اقوى واعرف بقى ساعتها انا اخد القرار اللي يمكن يكون حاله صالح او انا قد القرار ده. لكن ما ينفعش ان انا اقوم اي حد لا سيبيه هو العلاج الترك. لا، هو العلاج الترك فعلا بس في حالات معينه. فلو حب، لا تدوسي على قلبك بقى وسيبيه، لان انت اللي هتتضري في الاول وفي الاخر وهتتبهدلي. كل ما تتعمقي كل ما الموضوع هيكبر اكتر. ما بيحسوش بينهم وبين نفسهم ان هم اذوا، ظلموا، حقدوا، حسدوا، استخدموا شخص او استغلوا براءة مثلا شخص، عملوا حاجة؟ يعني بيني وبين نفسي لما بقعد كده حساباتي اليومية، حسابات الضمير زيرو عندهم. لسه كنت اقول لك، ما بيحسوا، ممكن يعرفوا ان هو بيأذوا قدامهم، بس بالعكس ده بيتلذذوا بده. بس اعتراف جواني لكن ما اعترفش بره، لا خالص خالص خالص. هو بيتلذذ بده اصلا، هو بيتلذذ، هو عايز يشوف اللي قدامه. بص انا بتكلم برضو عشان ولا بيجدوا بقى يا دكتور نور المبررات، وده بقى اخطر. ان انا لما بقعد كده اقول ايه، ما هي زميلتي دي انا لو كنت رحت لها بالطريقه العاديه اطلب منها الطلب، هي هتقعد تقول لي لا وسوري وبعدين وبكره ومش عارف ايه، ومش مش هتخلص المهمه اللي انا عايزها باسرع ما يكون. فانا اضطريت ان انا الجا للعذر ده والمبرر ده علشان انا مستعجل. وانا حتى لو كانت اضطرت بتبقى مره، لكن انا بتكلم على حد ده اسلوب حياه. اسلوب حياته كده. في ناس كده، في ناس انت خلاص هي اترمزت بالنسبه لك ان هي مؤذيه. مؤذيه، شيليها فورا. لو تعرفي تشيليها شيليها. لو كانت صاحبه، لو كانت اي حاجه، خلاص هي بتسعى في اذاكي. فمش هينفع حتى تسيبيها ويتنج كده، او مش هتيجي هي هتيجي جنبتك.
يعني مش هتيجي يمت، هي هتيجي يمت، فشيلها خالص من الموضوع بقى. فالاشخاص المؤذيين او الناس اللي بنقول عليها سامه دي افضل حل ليها البعد، الا لو في ظروف معينه دي التاقلم، انما غير كده لا. هم الا بقى لو كان حد لسه على بدايه الدرجه دي الحقه، لان لما بيخش فيه بيبقى سايكوباتي. السايكوباتي ما عندوش ضمير، بيقتل بدم بارد زي ما شفنا في المسلسلات والحاجات دي. هو على فكره الشخصيه سايكوباتيه، السايكوباتي فيش ضمير نهائي، تحول بقى فيش خالص، مفيش اي حاجه يعني، ما ولا حاسس بيكي ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. يعني مفيش حتى مبررات ولا ريحه مبررات بتحصل، لا هو لا. بيعمل الحاجه دي ومقتنع تمام الاقتناع انه صح، عارف انك بتتاذي، بس انت يعني مثلا لما شاف حد واحده بتعيط ولا بتدمع ولا ارحمني هيرحمها يعني؟ ما خالص، هو عايز يشوفها كده اصلا، هو عايز يشوفها كده. وبرضه انا بتكلم على درجه عاليه من السميه. في ناس في البدايه يعني في ناس كده عندها البذره الشر اكتر شويه بس تتلحق، وكلنا بلا استثناء في جزء خير وفي جزء شر، بس الفكره ان احنا طول الوقت في جهاد مع النفس. ويمكن الدراما حتى اظهرت يا دكتور نور النوعيه دي من الناس اللي هي ممكن يقع في الشر غصبا عنه، يروح زي الحاجات اللي جعلوني مجرما يعني، يسرق، يعمل يقع في جريمه بغصب عنه، وبعدين تيجي على اخر لحظات كده يتنبه انه لازم يبلغ البوليس، انه لازم البنت اللي خطفوها دي يرجعها لاهلها. المهم ضميره بيصحى. ما ده يعني ده بني ادم فيه منه رجل. لكن خيره قد شره. علاقه سامه دي على فكره كبيره. علاقه سامه مش معناها ان اتنين مش نافعين مع بعض بمعنى مش مناسبين، على فكره ان حد مش مناسب ده مش معناه ان هو سام خالص، احنا مش مناسبين عادي. انما السامه لا، مناسب مش مناسب هو هيأذيني، استمراري معاه هلاك. لان انا طول الوقت لسه قلت في التعريف انا حبيت ان انا امسك زاويه الانطفاء والاختناق. حبيت امسكها لان هو عم بينطفي عمال. اصل بص، ابو الامراض النفسيه دايما اقول كده، ابو الامراض النفسيه الكبت. الكبت ده اللي هو عماله اكبت جوايا مشاعر نفسي تطلع، كلام نفسي اقول له انا يعني مش عايزه كده، ما تعاملنيش بالشكل ده، انا على فكره مش قليله، انا كذا، انا ليه مش كفايه عندك، انا ليه كذا، بس مش عارفه تقول اي حاجه عشان خايفه تخسره، فعماله تنطفي 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 لحد لما تختنق خلاص. فبرضه من علامات ان انا مع الشخص الصح او مع الشخص الغلط في حاجات مهمه، ان انا مش عارفه اكون معاه طبيعيه خالص. انا مش عارفه اكل قدامه ابسط حاجه، مش عارفه اكل، بيتريق على الاكل، مش عارفه اتكلم اقول اي حاجه. انت ازاي بتقولي الالفاظ دي؟ مش من باب يعني انه بيخليكي تقولي بطريقه كويسه بلاش تقولي الالفاظ، لا، هو بيتعامل كانه المدير. انت ازاي بتقولي الالفاظ دي؟ ازاي بتعملي كذا؟ لو اتنين متجوزين هو ماسك الفلوس حرمان من كل حاجه، بيعزلها عن كل حاجه، او مش شرط بس راجل الست، حتى لو ست للراجل ليها اساليبها برضو. لا ما تروحش في كذا، ما تقابلش اصحابك، تتخنق لو عملت كذا، في سيطره كبيره جدا. الشخص السام مسيطر. يبقى الخروج الآمن من العلاقات السامة بالنسبة لجيران، زملاء، صداقة، حب، نقدر نقول عليه بيحصل زي ما حضرتك قلتي، نتجنب التعامل معاهم شيئا فشيئا، هيحصل خلاص ديسابير للعلاقة خالص أو تختفي. لكن هي أخطرهم هي بقى اللي بيبقى فيه علاقات زواج طبعا، لأن في حياة وفي أولاد وفي استمرارية. بالظبط كده، بالظبط. اكون باصه لمستقبلهم، انا لما اسيبه هعرف اعيش، يعني هعرف اعيشهم ولا ايه اللي هيحصل؟ لأن هو أكيد مش راجل نبيل يعني، ممكن يبتزها بولادها أصلا. تمام. طيب انا لو اتاثرت بشكل ما، لو النوعيات اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه، ازاي ارجع لسلامي النفسي او احافظ على الصحه النفسيه، او اعمل ايه يعني؟ هل بقى زي ما حضرتك قلتي الذكر، الدعاء، ارجع لخبير مثلا يعني طبعا. او مستشار او استشاري اسري، يعني ارجع لحد هلب في الموضوع يساعدني ان انا الجزء اللي باظ عندي ده واختل او مش عيب. مش عيب خالص خالص ان انا يكون انا في حد محتاجه اتكلم معاه، طبعا لازم تروح. حد كان موجود في حياتي لمده شهرين، زي واحده مثلا اتخطبت لواحد وقعدت شهرين وحاولت تصلح الموضوع، ما تصلحش الموضوع بس اتاثرت. لازم تكون طبيعي جدا، ده بني ادم، ده اللي ما بتتاثرش دي تخافي منها على فكره. دي اللي ممكن كبتت بقى، احنا هنوصل لمصايب ثانيه بس بعدين في صور ثانيه. النوعيه اللي اتاثرت بقى، النوعيه اللي اتاثرت عادي خالص، ادي لحزنك وقته. في حاجه اسمها مراحل ما بعد الصدمه عامه. ايوه. اولها الانكار والغضب وبعدين التفاوض وبعدين الحزن وبعدين التقبل في الاخر. فانا اول حاجه عادي ان انا طبعا حاسه ان دي حصل لي كده، لا ما اكيد ده غلط، اكيد ده مش عارف ايه، بعدين ابتدي ان انا اغضب، اشمعنى انا اللي يحصل لي الكلام ده، وامشي كل المراحل دي بشكل طبيعي جدا لحد ما اوصل لمرحله الحزن. عادي جدا اسمح لنفسي ان انا اعيط، اسمح لنفسي عادي ان انا ممكن انعزل فتره بس ما اطولش فيها قوي عشان ما تقلبش باكتئاب، بس اللي هو اخد فترتي تمام، اخد فترتي مظبوطه، واكون انا يعني انا حكيمه نفسي. انا المفروض برضو لو هي مش عارفه ده تروح لمختص، المفروض
ان هي تشوف يعني هي المده وقوه العلاقه كانت قد ايه، فممكن يكون قصادها وقت قد ايه انا حزينه فيه، او ان انا اخرج فيه براحتي من اللي حصل لي ده. دي اول حاجه. ده حاجه وده الاهم، ربنا بقى، يعني علاقتك بربنا، يعني اكتر حد ممكن كل ما كانت سويه ومتصله مستمره متصله بالله، يعني ان انت بتفوضي امرك الى الله. ودي أيوة. مش كلام، ده مش كلام فض مجالس، اتكلمت على الحوار ده قبل كده. انه في كتير جدا المنطق كله بيقول لك ان انت الى هلاك، المنطق كله بيقول لك كده، انت ضايعه خلاص. بس اللي جواك ربنا الخالص، انك تدعي بجد، تدعي بجد، اللي هو مش مجرد ادعي. اصل احنا بنقولها كده مش عارفه، بحس بتقولها فض مجالس، مش اصلح فض لي شأني، مجالس بنقولها يا دايما رب. حتى في الدعاء، يعني اصلح انت لو لي قلتي شأني. بس اكبر بخاطري، مش بقول لك مش لازم دعاء منمق، يعني ادعي باللي في قلبي، يا رب اكبر بخاطري، انا في الامر ده خلاص انا جبت اخري في الجزئيه دي، مش عارفه اعمل حاجه تاني، كل الحيل مش عارفه نافعه. هو الحل هينزل من عنده، بس انت اعملي اللي عليكي. لازم الجانب ده مهم جدا. جزء من الجانب الروحاني على فكره العطاء، مش بس الصلاه والدعاء، العطاء. ادي حد اللي انت محتاجاه. يعني شوفي انت بالظبط، تطبطبي على حد، تجبري بخاطر حد، روحي من الجزئيه اللي حصل عندك فيها نقص. يعني ايا كان عندك نقص في الفلوس وفي اذلال انت بتعرضي في حياتك بسبب الموضوع ده، روحي اتبرعي، ادي فلوس على قدك ان شاء الله جنيه. يعني طلعي من الحاجه اللي انت محتاجاها. محتاجه مشاعر، طلعي مشاعر، بس مش هروح لاي حد اديله مشاعر، لا يعني طبعا. لا، روحي لحد محتاجها. دار ايتام، مسنين، الناس اللي هي عندها احتياج عاطفي وانت عارفه ده، او انت عارف هتلاقي ده بقى كويس. العطاء الرباني جميل جدا جدا، فياض. وهتحسي احترامك لنفسك الترمومتر بتاعه بقى فوق خالص، اللي هو يعني حاسه بقيمتي، حاسه ان ليا قيمه، حاسه ان انا يعني كفايه احساس ان انت دلوقتي في اللحظه دي كده انت عاليه، او انت ربنا راضي عنك في اللحظه دي. يعني احساس ده ان انت ربنا راضي عن اللي انت بتعمليه، ده اسمه عمل صالح. فاحترام الانسان بيزيد لنفسه، وروحانيته بتزيد بالعطاء، وبانه حتى العطاء ده كانت كلمه طيبه. في ناس ساعات بتبقى محتاجه بس كلمه واحده فيها تقدير تتقال لها. التصالح مع النفس ليه طرق أكيد مختلفة، عايزين نتكلم برضو عنها النهاردة. والاعتراف بالذنب أو بالخطأ اللي أنا عملته، هل كلنا بينا وبين نفسنا بنعترف؟ يعني بنشوف ناس كتير جدا في حياتنا تقاوح، لا أنا ما عملتش، ومن هنا بتحصل المناقشات والمناوشات والخناقات وتزيد، والناس تتخاصم يوم وأسبوع وشهرين وفراق، وممكن يوصل لبلوك مثلا أو قطع تماما أو إلى الطرق المختلفة. عايزين نتكلم عن تصالحنا مع نفسنا، ازاي النفس تكون جميله كده متصالحه مع نفسها ثم مع الاخرين بقى. حلو قوي. لازم اول حاجه تكون عارفه ان الاعتراف بالغلط مش هيقلل من قيمتي حاجه. ايوه تمام. يعني مشكلتنا ان احنا بنحس ان انا لو قلت ان انا غلطت او قلت انا اسف يبقى انا نزلت. اطلاقا. اكتر بني ادم شجاع بشوف في حياتي اللي بيعترف بالمشكله اللي حصلت. يعني عارفه حتى في الترك، لو حد مثلا ساب حد تلاقي لا فاكر ان انا اللي سبته، لا ما تقولي هو اللي سابك عادي يعني. ايوه ايه المشكله؟ هو ده عنك قليله؟ اطلاقا. اطلاقا. بس هي الفكره ما يبقاش فيها يعني افوره مبالغه، ان انا كل شويه اقول ايه انا وحشه في كذا، انا وحشه في كذا، انا وحشه في كذا، انا قليله في كذا، اصل انا بعترف اهو. لا انا ما بقولش كده، مش عمال على بطال، مش عمال على بطال. بس نفس الوقت لازم ادخل في دماغي الكونسبت او التصور اللي هو بيقول انه عادي جدا ان انا يكون في عندي حاجات غلط حصلت في حياتي وانا بتعلم منها. صح. المهم انا وصلت لايه دلوقتي؟ انا وصلت لايه؟ انا في غلطات حصلت وعملت كذا. ولما تروح تعتذر لحد وانت في نقطه قوه، احترامك لنفسك هيزيد وثقتك في نفسك هتزيد. ليه بقول احترامك؟ لان انت نفذت ما يسمى العفو عند المقدره. انت كنت تقدر ان انت في نقطه قوه دلوقتي، ما عندكش مصلحه عند الشخص ده، بس انت رايح له فعلا لانك بتحبه، ولان انت عايز يعني تعلي التسامح. بتعمل حاجه ربنا راضي عنها وبيشجعنا عليها في القرآن الكريم وفي السنة وفي كل حاجة، بيشجع ان احنا القيم دي نعليها. فانت لما بتعمل كده انت احترامك لنفسك بيزيد. يعني انا دايما بقول ايه، اعمل كل ما يزيد من احترامك لنفسك. يبقى كان من شويه العطاء، ان انا احسن من قيمي، اعرف انا بتاعت ايه، اكون اكتشف شغفي، كل حاجه بتعلي في قيمي بتخليني اقدر اسامح نفسي اول حد. ايوه. فلو قدرت تسامح نفسك وتقول عادي جدا مفيش مشكله على فكره انك تروح تعتذر لو غلطت، حتى لو مش انت الغلطان، لو انت حاسس ان العلاقه دي كانت تستاهل، روح واتكلم وبادر انت، ما فيهاش مشكله. ايه المشكله لما تروح تبادر؟ اللي بعد كده بقى لو الطرف الثاني صدر منه خطا تاني، لا خلاص سيبه بقى. ايوه. حتى هتبقى ضميرك مرتاح. دايما اقعد اقول بالذات في العلاقات اعمل كل اللي عليك. خليك لما تقعد بينك وبين نفسك ما كنتش اقدر اعمل اكتر من كده، خلاص ما اقدرش اعمل اكتر من كده. صح. فخلاص انا راضي عن نفسي قوي، تمام التمام.
راضيه عن كلمه نفسي عملت اللي عليا دي تقولها وانت مرتاح الضمير جدا، مريحه جدا جدا. لازم دايما انا بشوف المفتاح في ده التصالح مع النفس، حته ان انا اعرف اسامح نفسي وما ببتغيش المثاليه. مفيش بني ادم مثالي، عادي انا ليا اخطاء وليا سقطات، مفيش مشكله. غلطت وانا بتكلم، ايه المشكله؟ المهم ان انا بتعلم، المهم ان انا بطور من نفسي. وقعت مني حاجه في النص مش مشكله، انا مسامحه نفسي مبدئيا يعني. الشخصيات السامة مش بالضرورة تكون ناجحة في حياتها، متميزة، مرموقة، ذو مناصب، يعني مش بالضرورة الحاجات ممكن تكون عادي. في الشخصيات السامه كل انماط الشخصيات اللي في الحياه ممكن يكون فيها يعني سام. ممكن صغير في السن ويكون ممكن سام، بس يعني الصغير ده ممكن يتلحق. ماشي، الصغير ده ممكن، لكن انا اللي اقصده باي مجال في الحياه ممكن يكون فيها شخص سام. مرموق مش مرموق، مغمور معروف، يعني مش عارف شغال فين، قاعد فين، مستواه الاقتصادي كذا، مستواه الاجتماعي كذا. كل النواحي اللي في الحياه ممكن يكون فيها شخصيه سامه عادي خالص. يعني مش مقتصره على حاجه معينه، بس ليها علاقه يعني بنشأة وميول من جواه، جينات. فوالله الدنيا كانت البيئه اللي هو فيها بتساعد على ده، خلاص يعني اهلا وسهلا كده احنا. طب خلينا معاكي نقول مفهوم بسيط كده، هي السامة دي يعني لو هو كذاب، لو هو خاين، يعني الصفات العادية، مش عايزه اقول الصفات الساذجه اللي احنا كنا بنقولها زمان، بس واحد اتعاملتي معاه كتير لقيتيه على طول كذاب، وواحده اتعاملتي معاها مثلا لقيتيها خاينه. فهل دي تعتبر نوع من العلاقات السامه، ولا السامه دي اللي هي بمعناها اللي احنا بنقول فيها اذى، فيها تعدي على الاخرين؟ بص اقول لك على حاجه، الشخصيه السامه شخصيه معقده. يعني هي ميكس من كل الحاجات دي. ماشي، ملهاش ماسكه. بس هو اسوأ حاجه فيه ان غرضه دنيء. انا مش ببرر للكذب ولا اشجعه لانه حرام وكل حاجه، بس احيانا ممكن يكون اللي بيكذب عشان عايز يكسبك اصلا. يكسبك مش يضحك عليكي، يعني هو عايز يتجمل قدامك، يعني انتهازي مثلا. يعني عايز يتجمل. انا مش ببرر له، هو غلط وحرام وما بقولش ان ده صح، بس احيانا ممكن يكون ورا ده كله نيه طيبه هو طلعها غلط. ماشي، الخاين حاجه وحشه جدا بشعه يعني، بس برضو ممكن يكون دي هو خلقته كده، بس هو بيحبك. يعني هو لو شافك في مشكله يقف جنبك، يعني مش اللي هو مش حد مثلا بيمشي او شغله الشغل انه يأذيكي، لا. هو مش ده غرضه، هو ممكن يكون في عنده مشاكل تانية يعني، بس مش غرضه ان هو يأذيكي. انما السام ده اسمه سام ليه؟ هو نهايته هلاك، هو بيتغذى على ان انت بتضعفي قدامه. طول ما انت ثقتك في نفسك بتتضرب، طول ما انت بتخسري شغلك، بتخسري ثقتك في نفسك، بتخسري اصحابك. اذا كان من ضمن ملامح ان انت مع شخص سام العزله، انت بيعزلك عن الناس. ممكن يكون واحد كذاب ولا فيه الصفات دي بس ما بيعملش كده، فهي طبعا دي صفات مش، لكن التاني بيخليكي اسيره ليه هو بس. ايوه هو بيقطع كل الحبال. بصي عايز تربطي كل حاجه بيه هو، يبقى هو مصدر الهامك، مصدر ثقتك في نفسك اللي هتنعدم كمان شويه. يعني هو ما فيش قدامه غيرك، هو الحد الوحيد اللي في حياتك، اللي هو الكتاب بتتعلمي. اذا عارفه اذا كان مدرسه هو ده المنهج بتاعك امشي عليه. طبعا يا ريته منهج عادل، يعني هو مش منهج عادل، هو حد اصلا عايز يوديكي لورا الشمس، ويفضل يعني يقطع علاقاتك بالاخرين لحد لما تلاقي نفسك انت بالظبط مفيش في حياتك، هو الوحيد المصدر افكارك معتقداتك. وياما شفت في الاستشارات ناس بتجي لي اللي هو يعني كنت اعرفهم من زمان مثلا، كانوا في قمه الثقه بالنفس وقمه مجدهم، بس بقى انا بكلمك بصدق فعلا، وبعد ما اعرفش كام سنه 6 سنين مثلا تيجي تحكي او تشكي حاجه تتألمي، دي اللي كانت والى اخره، بس بقى مع شخص يعني فعلا شفتيها قبل وبعد يا دكتور؟ شفتها ومش حاله واحده، ده كذا حد، في ناس اعرفها. مش يعني قادره تتخيلي ان ده اللي حصل لها قد ايه الافكت او التاثير بتاعه قوي. قصص لها كل حاجه، قصقص كل حاجه لو حواليها. عارفه اللي هو زي ما يكون حد ليه جناحين هقصهم لك مش هتطير، انت اسيري انا. فلا يعني الخبره والمواقف ومقابله اشخاص مختلفه والحاجات دي بتدينا حنكه كبيره في حياتنا. يعني احنا مش بنوصل او نعرف العلاقات السامه او الاشخاص السامه الا بعد. بس احنا مش عايزين برضه نشجع ده. احنا ايه فايده بقى مثلا اللقاء اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ عشان الناس تتعلم انه توعى، مش لازم تمشي بنفس غلطات الناس التانية. شوف هم حصل لهم ايه وتعلم منه، اقرا، وعي نفسك، ثقف نفسك. احنا اول حاجه نزل في الكلام اقرا. فانت كل ما بتقرا، القرايه هنا مش معناها انه كتب بقى وجو، لا، هو المقصود بها المعرفه، المقصود بها ان انت يكون عندك وعي، انك توعى ان ايه اللي بيحصل ده، الشخصيه دي ممكن يكون سماتها ايه. طب انا حتى لو واثق في ناس مش عايزه اخون، بس اخلي الحدود لحد فين. كل ده بالتعمق في القرايه، في الملاحظه،
الشخص الحكيم خد خبرات من ملاحظ. الاخرين. بالظبط. اسمع قصص ومواقف حصلت قبل بالظبط. كده واستفيد بالظبط. منها، شوف هم وتأمل. عملوا ايه، اتقابلوا. وتأمل ولاحظ. الشخص الحكيم شخص ملاحظ جيد جدا، شخص متأمل، يعني كل حاجة بتحصل بيبقى عنده لها تحليل أو بيربطها. أيوة. الحكيم كمان عنده القدرة على الربط، فكل ما تعرف تربط الأحداث ببعضها وتربط الشخصيات ببعضها تطلع في الآخر بمحتوى أو بفكرة معينة تخليك أكثر وعيا. ده بالنسبة لي اللي يعني بشوفه حل. يعني الشخصيات اللي اتكلمتي عنها بقى قدرت تحل المشكلة أو تتخطى الجزئية دي، ولا قعدت فترة كبيرة عقبال لما استعدت نفسها؟ بص، بتقعد فترة عشان ما يعني احنا لازم نكون واقعيين، هي حقيقة مش يوم وليلة. بس اللي أكيد إن هي اتحسنت، اللي أكيد إن هي بقت أحسن أوي كتير وثقتها بدأت تستعيدها. هي بدأت يعني بقينا نقعد مع بعض نشوف خطة تانية خالص، ازاي بقى ان انت تقدري تقفي تاني على رجليكي واحده واحده. ما فيش حاجه اسمها هجوم، اعملي كذا واقري ومش عارفه ايه، كل حاجه دي هتعمليها مره واحده، لا. خالص. خالص. واحده انا بقعد ادور لها ايه الحاجه اللي هي يعني ممكن تبقى مصدر لثقتها في نفسها، لاستعاده ثقتها في نفسها. اكيد في عندها نقطه قوه معينه. بقعد بقى يعني نقعد نبص على القديم بتاعها، هي كانت كويسه في ايه، طب كان اللي حواليها بيقولوا لها انت شاطره في الحاجه الفلانيه، انت فيكي الميزه الفلانيه، طب انت كنت بتستمتعي بوقت فراغك بايه بالظبط، ايه الحاجه كانت بتفرحك في حياتك حتى لو كانت فرجه على الافلام، قولي بالظبط. نقعد بقى نشوف كل ده. هل القرب بقى من اشخاص كويسه في حياتنا والاحتكاك بيهم ده حل من الحلول برضه؟ جدا. جدا، مش عارفه اقول لك ازاي. يعني الطاقه الايجابيه دي يعني اي حاجه، بصي حتى احنا بنقولها بالمثل كده، جور السعيد تسعد. يعني هي فعلا على فكره هو مثل وشعبي بتاع، بس حقيقي جدا ان دي طاقه. يعني حاجه كده اللي هو بمعنى احنا دايما بنقلد اللي بنحبهم واللي هم ليهم مثلا هيمنه علينا بشكل ما، مدير ايا كان، بابا ماما، احنا دايما بنتاثر بيهم. يعني بالذات كمان في البيت، لو الشخص المتحكم في البيت شخص ايجابي وفي نفس الوقت عنده سلطه، انت هتحسي الاطفال بتبقى عايزه تبقى زيهم، القدوه. تمام. فطبعا لما كنا مع حد واحنا مغصيه، يعني ايه مع حد، انا يعني ايه مثلا هي واحده صاحبه دلوقتي كويسه وايجابيه، نصاحبتي، يعني نقعد نتكلم مع بعض، هي وهي بتتكلم بتعكس لي كيف ترى العالم. فلو هي طريقه رؤيتها للعالم سلبيه، انا هبقى سلبي. احنا شبه اللي بنحبهم قوي قوي، وشبه اللي قريبين منهم قوي 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 يعني. فدي طبعا في نقاط التقاء بيننا وبينهم كتيره قوي زي ما حضرتك بتقولي، يعني بنشوف العينين بتشوف زي بعض، الروح بتحس زي بعضها، الاحساس واحد. ده حقيقي طبعا. جميل. فيه. نورتينا وشرفتي بيت العيله النهارده، وانا سعيده جدا بلقائي معاكي دكتور نورهان النجار، استشاري ارشاد نفسي واسري. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا، نورتينا. شكرا لحضرتك. شكرا. وصلنا معاكم مشاهدينا الاعزاء لنهايه سهرتنا النهارده من بيت العيله، على وعد ان شاء الله باللقاء غدا وحلقه جديده من بيت العيله مع فريق عمل جديد. الى اللقاء.